هلو يا حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ انا زينب شحاته. لو اول مره تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو بنزله. وصفه النهارده بقى هي وصفه حلوه قوي، وصفه كده لما نعملها في عيد ميلاد او في مناسبه بجد هنبهر الضيوف بتاعتنا قوي. يعني هنحسسهم ان الشغل ده لا، ده شغل جاهز كده، شغل كافيهات مش طالع من تحت ايدينا خالص. هنعمل النهارده جاتوه بطريقه حلوه قوي وسهل كمان. فيلا بينا نشوف الوصفه. اول حاجه معايا 5 بيضات بدرجه حراره الغرفه، ومعايا 2 باكت من الفانيليا. هبدا اخفق البيض ده على سرعه يعني سرعه كبيره شويه علشان يبدا يتخفق معايا. طبعا بنخفق البيض، مش هنعمل البياض لوحده ولا الصفار لوحده كده عشان ما يبقاش يعني خطوات كتيرة وصعبة. لا، نخفقه مع بعض وهيطلع بجد كيكة تحفة. اول ما يبدأ يتخفق ولونه يبقى افتح كده شوية، هبدأ اضيف معلقة كبيرة من الخل. الخل بيفرق في قوام الكيك قوي وبيضيع ريحة البيض، والطعم كمان بيساعد مع الفانيليا. معايا هنا 1.5 كوب من السكر. السكر بضيفه والبيض بيتخفق بالتدريج، ببدأ اضيفه واحدة واحدة بالتدريج كده. انا بخفق ممكن بالمضرب اليدوي عادي، بس تسرعوا ايديكم شوية. ممكن مضرب الكهرباء، ممكن على فكرة الخلاط، بس تتبعوا نفس الخطوات. السكر تدريجي كده بعد ما البيض يكون اتخفق شوية. بعدين بضيف الزيت. معايا 1 كوب من الزيت، برضو احط الزيت واضرب كده ضربة بسيطة، وبعدين بضيف الحليب. وضفت 1 كوب من الحليب، وبرضو هضرب ضربة صغيرة كده، المكونات بس تتخلط مع بعض. وبعدين بقى المكون السحري واللي بيفرق بجد في قوام كيكة، اي قوام كيكة هتعملوه، حاولوا تضيفوا مية مغلية لو نص كوباية. انا هنا ضفت نص كوباية من المية المغلية. وبعدين هبدأ خلاص المكونات سايلة كلها بقت اتخلطت مع بعض. هبدأ اجيب 3 اكواب من الدقيق، ببدأ برضو اضيفهم بالتدريج كده، والعجان بتاعي شغال سواء المضرب او طبعا لو هنعمل بالخلاط خلاص بناخد بقى الخليط السائل ده بنبدأ نضيفه نضيف عليه الدقيق تدريجيا. برضو ليه تدريجيا؟ علشان ممكن كمية الدقيق بتاعكم او القوام بتاعكم يظبط من غير ما تخلصوا كمية الدقيق كلها. تمام، انا كده القوام بتاعي بقى مظبوط. طبعا